السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق ومحبين النادي الأهلي السعودي في كل مكان. في هذا الفيديو راح نتحدث عن الأسباب الممكنة اللي راح تخلي رياض محرز يستمر مع النادي الأهلي أو راح يطلع من النادي الأهلي، مثل ما شفنا الأخبار في اليومين الماضية عن خروج رياض محرز، وأيضا فران كيسيه تقريبا بشكل رسمي خرج من النادي الأهلي، لكن رياض محرز إلى الآن ما في شيء رسمي، ممكن يستمر وممكن يطلع من النادي الأهلي. وراح نشوف ردة فعل الإعلام السعودي على خروج رياض محرز من النادي الأهلي. أول خبر راح نتحدث عنه هو الخبر من الكابتن خالد الشنيف، مقدم برنامج دورينا غير، تحدث عن أنه رياض محرز ممكن ما يستمر مع النادي الأهلي بسبب راتبه العالي، والنادي الأهلي لا يملك ميزانية كبيرة من أجل انه يستمر رياض محرز في الفريق، فممكن انه يطلع رياض محرز من النادي الاهلي ويرحل على النادي الاهلي ويجيبوا بديل له لاعب براتب اقل. وممكن يستمر رياض محرز في حال ايضا تخفيض راتبه، يخفضون راتب رياض محرز مع النادي الاهلي، فممكن انه يستمر مع النادي الأهلي. لكن لجنة الاستقطابات اليوم اللي نشوفه في الدوري السعودي عم تدفع مبالغ خيالية للاعبين من أجل أن يلعبوا في النصر والاتحاد والهلال، فالنادي الأهلي يمتلك رياض محرز، هو أفضل لاعب في النادي الأهلي حاليا، فبسبب راتبه العالي ممكن يخرج. هاي يعني أحسها أنها شغلة ما تستوعبها عقل. اليوم انت عندك النادي الاهلي عنده 5 أو 6 بطولات راح ينافس عليها، كاس القارات عندك، ودوري روشن السعودي، وايضا كاس الملك وكاس السوبر. عندك اكثر من بطولة ممكن ينافس عليها النادي الاهلي. بطولة النخبة ايضا مهمة للنادي الاهلي. انت بحاجة، اهم شيء انا بالنسبة الي انه النادي الاهلي هذا الموسم يحقق الدوري، لانه حقق النخبة على موسمين متتاليين. ان شاء الله الموسم هذا يحقق النخبة، لكن نتمنى اكثر شيء الاولوية هي دوري روشن السعودي. ومثل ما تحدث الكابتن سلطان الحياني منتقد واعلامي في برنامج دورينا غير، تحدث انه هاي خطوه للوراء اخراج فران كيسيه ورياض محرز. رياض محرز حاليا قاعد يقدم مستوى اسطوري مع النادي الجزائر في كاس العالم، وشفناه امام النمسا صنع هدف وسجل هدفين. فانت على اي اساس بدك تطالع وانت عندك بطولات، يعني شي 7 بطولات هاي الموسم راح تنافس عليها؟ فانت يلزمك رياض محرز، جودة رياض محرز، استمرارية رياض محرز في الفريق. فعلى اي اساس انت قاعد تحاول انه تطالع رياض محرز؟ منو راح تجيب مكان رياض محرز بقيمة رياض محرز الفنية؟ فمثل ما تحدث سلطان الحياني، هي خطوة الى الوراء بالنسبة للنادي الاهلي. والنادي الاهلي اليوم ما حقق النخبة لموسمين متتاليين الا بسبب الاستقرار الفني والاستقرار اللاعبين. ممكن يضيفوا لاعبين، ممكن يطالعوا اللاعبين اللي ما يقدمون مستوى جيد، لكن اليوم انت رياض محرز قدم لك مستوى اسطوري في دوري ابطال اسيا للنخبة في الموسمين، وكان اساس تحقيق النادي الاهلي للنخبة. فمثلا في النخبة الاولى كان رياض محرز هداف البطولة متساويا مع سالم الدوسري على ما اعتقد ب 17 هدف. ايضا النخبة الثانية، الموسم الثاني، كان مساهم بشكل كبير بالاهداف والفرص وكل شيء. فانت على اي اساس تجي تطالع افضل لاعب، رغم انه عندك انت مشاركة قارية، عندك نخبة، عندك دوري، عندك كاس الملك، عندك السوبر السعودي، عندك اكثر من بطولة راح تشارك فيها، فانت تجي تطالع افضل لاعب؟ فهي يعني مصيبة، كارثة للنادي الاهلي. والاستقرار اليوم اذا بدك انت تبدل لاعبين، ما تبدل لاعبين 3 4، تبدل لك لاعبين، ما تبدل 3 4 لاعبين. اليوم راح يطلع فران كيسيه مستواه يعني على فكرة الموسم الماضي أفضل موسم لفران كيسيه، لكن ممكن فران كيسيه مو حاب يطلع من النادي مو حاب يبقى في النادي الأهلي، لكن رياض محرز حابب يبقى ويستمر مع النادي الأهلي، لكن بسبب راتبه الكبير مثل ما تحدثنا وحسب الكابتن خالد الشنيف، فممكن يطلع من النادي الأهلي إلا إذا خفض راتبه، فممكن يستمر مع النادي الأهلي. اليوم أنا كلاعب قاعد أقدم مستوى أسطوري مع منتخب بلاد الجزائر في كأس العالم، ومقدم مستوى رائع مع النادي الأهلي السعودي على 3 مواسم، محقق كأس النخبة مرتين، ومقدم مستوى أسطوري في الدوري. اليوم تجي تخفض لي راتبي، او انه انت حابب تطالعني من النادي، حتى اذا استمريت لموسم ثاني فما راح يكون رياض محرز اللي نعرفه. اتمنى انه يستمر رياض محرز مع النادي الاهلي بنفس الراتب، يطلع
يطلع الإعلام الأهلاوي الرسمي يتحدثون أنه كلها إشاعات فاضية، وإن شاء الله رياض محرز مستمر مع النادي الأهلي. أنا على ما أعتقد إذا استمر رياض محرز أو بتخفيض راتبه أو بشروط على رياض محرز ما راح يقدم لك المستوى اللي قدمه على عدة مواسم لعب فيها مع النادي الأهلي. فأتمنى يكون هاي الأخبار كلها ما أنا صحيحة. أتمنى يخرج الإعلام الرسمي في النادي الأهلي يتحدث عن هاي الإشاعات. وأيضا الكابتن محمد الدعيع تحدث عن رياض محرز لاعب عالمي مثل ما تحدثنا سابقا. تحدث الكابتن محمد دعيع أنه رياض محرز لاعب عالمي وخسارة للنادي الأهلي في حال خروجه. لازم النادي الأهلي يلاقي حل ماليا ويخلي رياض محرز في النادي الأهلي. أنت تحدث حتى أنه حرام رياض محرز ما يلعب مع النادي الأهلي في كأس القارات، بطولة مهمة للنادي الأهلي. شفنا الموسم الماضي كيف خرجنا بفضيحة من أمام بيراميدز المصري على ما أعتقد. فاليوم رياض محرز يعني هو أساس النادي الأهلي حاليا. في عندك مع إيبانيز وديميرال، هذول الثلاثة قاعدين يقدموا لك مستوى أسطوري. فهذول الثلاث لاعبين لازم ما تستغني عن أي لاعب منهم. لازم تحاول بشتى الوسائل تأمن حالك ماديا. عندك لاعبين النصر، لاعبين الاتحاد، لاعبين الهلال قاعدين يجيبون لاعبين برواتب فلكية. فاليوم انت بسبب ضائقة مادية او الميزانية من صندوق الاستثمارات انه راح تطالع رياض محرز، فهي خطوة للوراء. نحن اللي وصلنا لليوم لكأس النخبة على موسمين، وايضا مراكز يعني وصيف او ثالث الدوري، هو الاستقرار الفني واستقرار لاعبين. كنا نطالع لاعب تجيب لاعب مكانه بامكانيات ممتازة. اليوم حتى اذا بدنا نتحدث حتى ايضا عن جالينو قاعد يقدم لك مباريات أسطورية، لكن جالينو ما عنده استمرارية. ممكن ينصاب 10 مباريات ما يلعب. أنا ضد إنه يطلع جالينو طبعا من النادي الأهلي، لكن قاعدين نضرب كمثال. فأنت اليوم رياض محرز بسم الله ما شاء الله على 3 مواسم قدم مستوى أسطوري. فأتمنى إنه ما يطلع من النادي الأهلي. أتمنى إنه النادي الأهلي والإعلام الرسمي يطلع ويخرج ويتحدث بشكل رسمي للإعلام وللصحافة إنه رياض محرز مستمر مع النادي الأهلي. كل هاي إشاعات مغلوطة، ما في من هذا الكلام. لهون بنكون خلصنا الفيديو. أتمنى تدعمونا بلايك واشتراك وتعليق، ورأيكم أتمنى أشوفه بالتعليقات. لهون بنكون خلصنا الفيديو. أتمنى ما أكون طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.